يلقب بمصطفى جاتلي، شاب عراقي رياضي متخصص بألعاب الفنون القتالية، بكالوريوس تربية رياضية. شارك في البطولات المحلية والدولية، حقق أكثر من 100 ميدالية وأكثر من 150 كأسا. ومن أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة يقف مصطفى حاملا ميدالياته بيأس، ينتظر عينه على السيد عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عسى أن ينتشله من معاناته ويحقق طموحه ويساعده على مواصلة نجاحاته الرياضية. أكثر من 100 ميدالية وأكثر من 150 كاس وأكثر من 80 شهادة، كل هالمشاركات داخلية صح فعلا، ويقولون احنا ما نريد الا مشاركة خارجية. المشاركة الخارجية ب 2016 17 هذا فلوس من عندي لكي يمثل العراق، لكن ما عندي، انا حالتي المادية ما تسمح. زين انا هسه ما ناشد اللجنة الأولمبية ما تخلي واحد يفوت، بالرغم انه الدكتور عقيل مفتن شافني اكثر من 3 مرات، وقال احد اللي وياه اخذ رقمه، واخذت رقمه وتواصل وياه، واخر شيء سد التليفون. كل هاي الانجازات وكل هاي البطولات وين راحت؟ هيك يعني حدر. زين هاي الايام والسنين والتعب والتمرين والمشاركه بالبطولات، يمكن ما اعرف شلون اوصل صوتي. ان شاء الله يوصل صوتي مشاركاتكم بهذا الفيديو.